الكسره محشيه اللي ديتها معايا في اللانش بوكس اخر مره وكامل سقسيتوني عليها. وصفه جزائريه وطريقتها بزاف سهله وبنينه، تبعوا. ديت بالعجينه تاع الرخصاص ولا الكسره كما تسميوه نتوما. درت 4 كيلات صغار تقدروا تقيسوا بالكاس ولا بول صغير تاع سميده الطبز. زدت لهم 2 مغارف كبار فرينه القمح الكامل، مرفه صغيره ملح، مرفه صغيره خميره كيميائيه، مرفه صغيره خميره الخبز، ومرفه كبيره سكر. وبسستهم فنجان زيت، تقدروا ديروا زيت ولا زيت زيتون، ولميتهم ما دافي. لموا العجينه نعجنوها شويه برك كيما نعجنوا الرخصاص حتى تتلم، ومن بعد نخليوها ترتاح. تغطيوها بابي فيلم تخليوها ترتاح ما بين نوجدوا الحشو درتو بالحمر حيت كان عندي شويه، تقدروا تستغناو عليه ديروها اقتصاديه شكشوكه برك ولا بالصل، ولا ديروها بطريقه تقليديه بالشحمه. المهم في مقله فيها شويه زيت، دبلت شويه بصله وفلفل حار مقطعين، كي دبلوا شويه زدت لهم حبه طماطم مقطعه مربعات ومرفه صغيره هريسه وفلفل كحل وفلفل احمر وملح، وغطيت عليهم وخليتهم حتى يذبلوا. انا متوسطه مع التحريك مره على مره. وهذا هو شكلها. دوكا تخلوها تبرد بجنب ونبداو نشكلوا العجينه. اذا كيلتو بنفس الكيله درت هنايا بول صغير بحجم تاع الكاس، تجيكم 5 حبات تاع كسره ولا ميني كسره فارسي. قطعت العجينه تاعي على 5 مرصوات، شكلتها دوائر وفتحتها رقيقه، خلاص راح نطبقها على زوج. بديت بالشريحه تاع الفرماج قسمتها على زوج، ومن بعد شويه من هذاك الحشو تاع اللحم مرحي وشويه فرماج من فوق تاع شيدار، قلوها على زوج وتسديوها مليح باش ما تفتح لكمش في الطاجين، وتحطوها في الطاوه ولا طاجين مسرح تتحمر مليح على نار متوسطه. وهذه هي النتيجه النهائيه. تهوش سهله والبنه ما عندي ونقول لازم تجربوها. تنساوش ديروا لايك فولو قبل ما تروحوا، وسلام.